قبل ما نتعلم باك اند لازم نبقى فاهمين السيرفر بتاعنا. السيرفر بيبقى عبارة عن كمبيوتر عادي وعليه نظام تشغيل. نظام التشغيل دوت بيبقى فيه حاجة اسمها بورتس. البورتس ديت بنستعملها عشان نعمل كونكشن. بورتس بيبقى فيه منها انواع، زي مثلا عندك الفيزيكال بورتس اللي هم زي اليو اس بي والفيجا والكلام دوت. بعد كده هتلاقي عندك اللوجيكال بورتس. اللوجيكال بورتس ديت زي التي سي بي واليو دي بي، بنستعملها في الكونكشنز في الويب. التي سي بي واليو دي بي الفرق ما بينهم ان التي سي بي بتبقى كونكشن اورينتد، بمعنى ايه؟ يعني بتشوف السيرفر موجود ولا لا، بعد كده تقسم تبعت له الداتا، وتبعت الداتا على هيئة باكيتس، ولو في باكيتس منهم ناقصة فبتبعتها تاني وتتأكد ان الداتا وصلت بالترتيب الصح. على عكس اليو دي بي، اليو دي بي بيقوم باعت الداتا ملوش علاقة بقى وصلت صح ما وصلتش صح. الفكرة طب ليه بنستعمل اليو دي بي مثلا؟ التي سي بي دي بتبقى أبطأ من اليو دي بي، فبنستعمل اليو دي بي في حاجات زي ريل تايم كوميونيكيشن، زي مثلا الستريم، زي مثلا زوم والكلام دوت بيستعملوا فيها، والألعاب الأونلاين. طيب التي سي بي بقى هي اللي بنستعملها في اغلب المواقع عندنا في كل حاجه تقريبا. طيب اول حاجه عندنا بعد ما بتعمل خلاص فهمت التي سي بي واليو دي بي، انت دلوقتي هتعمل كونكشن مع السيرفر. اول حاجه بتستقبل الكونكشن ديت حاجه اسمها بروكسي. البروكسي دوت بيبقى متعرف على السيرفر بتاعنا في مثلا يوبنتو او لينكس مينت. انا مثلا بنزل لينكس مينت عندي، بيبقى في حاجه اسمها انجان اكس دوت، نوع من البروكسيز. عندنا اشهر اتنين انجان اكس واباتشي. انا بنفضل نستعمل انجان اكس عشان بيبقى سينكرونس، على عكس الاباتشي بيبقى ثريدد. فالانجان اكس بيبقى احسن طبعا. والبروكسي دوت بيعمل ايه؟ بيدينا فيتشرز كتيره، زي مثلا يعمل ثروتلينج. والثروتلينج دوت معناه ايه؟ هو عباره عن ريت ليميتنج، بمعنى ان انت بتحمي السيرفر بتاعك من الاوفرلود، الدوس اتاك والكلام دوت. انت مثلا تقول له استقبل 10 ريكوست من نفس الاي بي في خلال ثانيه واحده، اكتر من كده تعمل له بلوك. او مثلا ريكوست واحد في الثانيه على حسب ما تحب. مميزات برضو الاكتر منها زي اللود بالانسنج، مع ان انت ممكن تعرف اكتر من سيرفر. فمثلا لو في سيرفر وقع، ان هو يكمل السيرفر تاني، او مثلا يبعت الريكوست للسيرفر اللي عنده ريكوست اقل والكلام ده كله. بقى لما بيستقبل الريكوست هيعمل بيه ايه؟ بيوديه بقى لمكانه على الجهاز. انت مثلا عندك السيرفر حاطه على بورت 8000، حاطه على بورت 4000، عندك اكتر من سيرفر، على حسب بتقدر تتحكم تشوف اللينك بتاع الريكوست ده رايح فين وتوديه. طب احنا كبايثون ديفلوبرز بعد البروكسي بيبقى عندنا ايه؟ بيبقى عندنا حاجه اسمها انترفيس. انت دلوقتي بيبقى عندك مكتبه في البايثون اسمها سوكيت. السوكيت دوت بيسمع للبوردز ويقدر يستعملها. الانترفيس ده بيسمع للسوكيت ويقبل البايتس ستريم بتاع الريكوست، وبعد كده يحولها لنا على شكل ديكت، اللي هو الديكشنري او الهاش تيبل. بعد ما بيستقبله بعد كده بيديها للفريم ورك بتاعنا. الفريم ورك مثلا في خصوص جانجو، عندنا في الجانجو حاجه اسمها ويزجي واسجي، وديت موجوده في كل البايثون فريم وركس مش بس في الجانجو. الويزجي دوت بيبقى عباره عن مثلا اسمه ويب سيرفر جيت واي انترفيس، بمعنى ان الريكوست بيبقى سينكرونس، ان هو بيستقبل ريكوست لما يخلص يستقبل غيره. اما الاسجي اسynchronous سيرفر جيت واي انترفيس، يستقبل ريكوست وبيستقبل غيره مع انه لسه مخلصش بس عادي، ويفضل يشتغل. الكود بتاعك بيبقى سينكرونوس. الانترفيس برضو طبعا لكل لو ويزج يبقى ليه انترفيس، ولو اسجي بالانترفيس. يعني مثلا لو ويزج ممكن تستعمل جي يونيكورن، ولو اسجي تستعمل دافني. خلصنا من الانترفيس. بيبقى عندنا بقى الكود بتاع الابليكيشن، اذا كان فلاسك، اذا كان ستارلت، اذا كان فاست اي بي اي، اذا كان جانجو. كل فريم وركس ديت لازم بيبقى ليها انتر بوينت، اللي هو مثلا الابليكيشن بتاعك لما تيجي تعمل مثلا فاست اي بي اي، هتلاقي الاب بيساوي فاست اي بي اي، بتعمل انستنس للكلاس اسمه فاست اي بي اي. او مثلا جانجو هتلاقي فيه ملفين ويزجي وازجي، بتختار منهم انت هتستعمل انهي. وهتلاقي فاريبل اسمه ابلكيشن بيديك لفانكشن بترجع لك حاجه اسمها ويزجي هاندلر، ده لو في الويزجي، بترجع لك اسجي هاندلر لو في ملف الاسجي. والكلام ده بتحدد في السيتنجز تطبيق عشان تشوف انت هتستعمل انهي فيهم. بعد كده بتروح للانترفيس وتحدد له الباص بتاع الملف اللي فيه الابلكيشن، وتحدد له اسم المتغير، اذا كان ابلكيشن، اذا كان اب، ايا كان المتغير اللي مسميه وايا كان الملف اللي متسمى. وبعد كده خلاص نيجي مثلا نتكلم على زي جانجو. جانجو بيستقبل الريكوست، بعد كده يعديه على الميدل ويرز بعد ما عمل له بارسنج، بحيث يحول لك الريكوست بتاعك لريكوست اوبجكت، اللي هو الكلاس اللي اسمه ريكوست اللي موجود عندك. بعد كده بيشوف الداتا اللي فيه ومحولها لك، ويبعت لك الريكوست برضو يظبطهم كويس. بعد كده يوديه للميدل ويرز، كل واحد يعمل له بروسيس. بعد ما بيحصل الميدل ويرز يشوف اليو ار الز بتاعتك، يعمل عليها فور لوب واحد ورا التاني واحد ورا التاني لحد ما يشوف الماتش بتاعك. بعد كده يجيب المتغيرات طبعا ويديها للفيوز بتاعتك اللي موجوده في اليو ار الز، ويديك الاوبجكت ويديك كل حاجه. بعد كده بتتعامل مع الفيوز. الفيوز بقى تعمل بروسيس للكود. عايز تستعمل ريست فريم ورك تديها تدي الداتا للسيرياليزر، عايز تستعمل فورمز، عايز تستعمل فيوز عاديه من غير اي حاجه من الاثنين. بس اهم حاجه طبعا ان انت لازم ترجع ريسبونس في اي فيوز، ديت الاساسيات لاي فريم ورك. انت ما دام جاي لك ريكوست لازم ترجع له ريسبونس. اي ريكوست مش هترجع له ريسبونس لازم هيديك ايرور.
يبقى ديت من الاساسيات، اهم حاجه لازم نكون عارفينها في اي فريم ورك. ولو في جزء من كلامي مش مفهوم فمش مشكلة، ان احنا كل الكلام دوت هنتكلم عنه بالتفصيل الممل قدام في بداية البلاي ليست. بس هنركز على كود الابليكيشن، لكن في الاخر في جزء الديبلوي هنتعلم البروكسي وهنتعلم الانترفيس وهنتعلم كل الكلام دوت، والموضوع هيبقى ابسط من كده بكتير.